برج الميزان لنهاية شهر أغسطس 2025 حاجات استغلوها وحاجات نحذر منها. دائما في كل فترة بيكون في إيجابيات وسلبيات أو مواقف ناخد بالنا منها نتيجة للتحركات الكوكبية أو أمور نستغلها، ودي سنة الحياة، تداول الأمور وتداول المواقف، وكل شخص بيتوضع في اختبارات، وكل شخص بيجي عليه الدور في الانفراجة أو التوتر أو الأزمات. هتكلم معاكم بالتفصيل عن 5 حاجات مهمة ناخد بالنا منها خلال الفترة، سواء ما بين ناخد بالنا من إيه أو نستغل إيه، خاصة احذروا من رجوع أحدهم عن اتفاق أو وعد. احذروا من رجوع احدهم عن اتفاق او وعد، وده اللي هنبدا بيه. لكن تنويه كده قبل ما نكمل، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس يصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه والعلم بجد، اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره ساعه 2 3، بعرفك كل شيء بامر الله عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا الاقل حظا، كل شيء، ودي امانه وحياتك امانه. والناس اللي عملت معايا قراءات فاهمين الكلام ده كويس جدا، و عارفين ان القراءة غيرت حياتهم للافضل بعد ما عرفوا الكوارث والبلاوي اللي حواليهم في هيئة شخصيات مخادعة وسنواتهم القادمة وكل شيء. اللي عايز قراءة تواصل على هذا الرقم، ونبدأ في حلقة مهمة وقوية في حياة حبايبي برج الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الميزان الفترة لنهاية شهر أغسطس 2025، ونبدأ هم 5 أمور مهمة. هنبدأ بنقطة مهمة جدا، احذروا من رجوع أحدهم عن اتفاق أو وعد. انتوا داخلين في مرحلة كاشفة للغدار، للمنافق، للشخصيات اللي دخلت في حياتنا في غفلة من الزمن. وانت يا برج الميزان موعود، مش موعود بالعذاب، لكن موعود بشخصيات ممكن تكون صعبة، وممكن تكون مواقف بتعلمك دروس كثيرة. برج الميزان خاصة الناس الطيبة، وأغلبكم ناس طيبة جدا، أصحاب القلوب الرحيمة. الفترة دي على الأغلب ستكون من أكثر الشهور واختبار، وانا بعتبره كده من افضل فترات حياتك. الله، انت ازاي بتقول خد بالك من رجوع احدهم او النفاق من افضل فترات؟ طبعا، لان من اكتر الفترات انقاذا. يعني اي اشاره واي شخص هتشوفوه على طبيعته اوعى تقولوا لا او تعملوا نفسكم مش شايفين او عارفين، لان الفتره بتظهر لك نوايا بعض الشخصيات حواليك وهيتساقطوا قدامكم، خاصة الشخصيات المهمة في حياتك اللي انت دخلت معاها اتفاق او وعد. اتفاق او وعد، سواء من صديق، وعد من حبيب، وعد من حد معاك في شغل، خاصة الحبيب. خلال الفترة ناخد بالنا كويس، لان ممكن احدهم، وده كويس ان ده تعرف ان ده شخص غير مناسب ليك وربنا نجدك. احذر من رجوع احدهم عن اتفاق او وعد. طيب، تاني امر معانا التسرع. جزئية التسرع عندك بسبب ميولك ورغباتك. هتلاقي المتحكم والمسيطر عليك ميولك ورغباتك غصب عنك. يعني الفترة في شعور عندك انك محتاج حد جنبك، شعور عندك انك محتاج حد جنبك، شعور عندك انك محتاج حد يدعمك، وتسرعك بكلمة يقولها ليك اي حد احذر من ده، وحكم عقلك قبل قلبك. واي شخص يستغل حياتك الان اعرف انك يا هتترفع السماء وشخص ايجابي، يا هينزلك 7 ارض. خد بالك كويس جدا. التسرع بسبب الميول والرغبات او الهروب ممكن يؤدي بك الى كارثة حقيقية. خلال الفترة لا تتمسك بالاقل جودة.
لا تتماس. خدوا بالكم هي الفترة حساسة علشان المريخ اللي في بيتك الأول والشمس اللي في بيتك ال 12. فنتحدث عن انتقال، وخاصة احذروا من يوم 3 بداية من يوم 23. الفترة لن تكون بالسهلة، وهتكون آخر اختبار ليكوا خلال هذا العام، لأن بعد كده عندكم أخبار حلوة أوي لآخر السنة، أخبار رائعة، هتكونوا من أكثر المحظوظين. لكن بتعدوا بالمرحلة بتاعت الغربلة دي شوية، تمام؟ وعندكم على فكرة في فلوس جاية لكم كتيرة، للأغلبية انفراجة كبيرة جدا مالية بداية من نهاية شهر 9. أنا بقول أهو من نهاية شهر 9، من نهاية شهر سبتمبر لنهاية العام في انفراجة مالية كبيرة جدا قادمة. لكن أنا أتحدث عن الشهر ده، خدوا بالكم الأمور الصحية برضو، فلا تتمسك بالأقل جودة. ليه أنا بقول الكلمة دي؟ لأنك هتشوف كل شيء على حقيقته، هتشوف الصفيح وهتشوف الذهب، هتشوف الشخص اللي ذمته أستك والشخص اللي ذمته تتقل بالألماظ أو تتقل بالذهب. ما تتمسكش بالأقل جودة. في بداية من 26 كمان فترة حلوة جدا، خدوا بالكم عندك فرص ذهبية للعلاقات والشراكات والاختيارات. يعني على الأقل من 23 ل 26 ناخد بالنا. خلال الفترة أيضا احذروا من بعض الأفكار من الماضي، من الممكن أن تأتي بذكرى أو بمشاكل أو بتوتر نتجنبها. خدوا بالكم أنا عايز أقول لكم على حاجة. في ناس ما بتحبش الكلام ده، يعني في ناس ما بتحبش إن أنا أوضح ده، بس دي ناس بتنافق نفسها، ودي علميا ناس عندها مرض عقلي، مش مرض مجنون يعني، لا، اللي هو مرض عدم تقبل تغيير الوضع، حتى لو الوضع ده هو فيه يعني طالع عينه. يعني في ناس كده اللي هو عايش وخلاص ومتمسك حتى بالسيء لانه خايف احسن، ما انت كده وكده في سيء. فلما بتكلم يا جماعه بالطاقه دي، زي ما بقول لكم الفرح، بقول لكم برضه ناخد بالنا من المشاكل والتوتر. في ناس ما بتقبلش، انت انسان لازم تروح تكشف. يعني الناس اللي ما بتقبلش الكلام الصراحه دي ناس مرضى، ناس مريض. انت خد بالك هو ده مش قله ادب، انت فعلا عندك حاجه غلط في عقلك، لازم تغير ده، لازم تروح تكشف، لازم تغير الفكره، لازم تواجه مخاوفك. فافكار الماضي من الممكن ان تحدث، دي طاقه المرحله ناخد بالنا. اسرارك وتاخد بالك منها ايضا خلال الفتره. نعدي المرحله دي، بعد كده اللي جاي احسن بكتير. حاجه تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا اشتراك وتفعيل الجرس يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف الحقيقه والعلم، في ناس طبعا عايزه اللي يطبل لها واللي يعمل لها واللي يعني ناس ربنا يشفيها. انا بقول لهم الناس المرضى دي، الناس المريضه للاسف، يعني عايزين اللي يضحك عليهم، وللاسف ده لغه الشعوب حاليا، عايزين اللي يضحك عليهم يعني. تمام. لكن اللي عايز العلم هو اللي هيعمل لي اشتراك وتفعيل الجرس. لان قناه الصفوه، الصفوه دايما عددهم اقل من الشخصيات اللي مش صفوه خالص يعني، لذلك الصفوه هم اللي عندي. اللي عايز يشترك ويبقى من الناس الصفوه اصحاب العقول. اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3 واعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا كل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم. يا رب كده حبايبي برج الميزان جمال الابراج دايما تكون بامن وامان. السلام عليكم.